السلام عليكم. عاملين ايه؟ معاكم اسماء في مطبخي مع اسماء. هنعمل مع بعض النهارده صينيه الفراخ اللي انتوا شايفينها دي، اجنحه الدجاج بالبطاطس، حلوه جدا. معايا هنا اجنحه دجاج انا غسلها كويس جدا ونقعاها. هبدا بقى هنا هتبلها. معايا كزبره، ومعايا ملح وفلفل ابيض. وهبدا بس مش بحب ان احط لها توابل كتير، هي بس فلفل اسود او فلفل ابيض وكزبره وملح. وهبدأ بقى هسيبها كده في التتبيلة حوالي نص ساعة على الأقل، عشان ايه تتشرب كده من الملح والايه والفلفل والكزبرة. هسيبها نص ساعة، وبعد كده هاجي بقى هنا في صينية على البوتاجاز، هحط شوية زيت محترمين كده، شوية زيت. معايا بقى أجنحة الدجاج هحطها في الزيت بعد ما الزيت يسخن معايا كويس، لازم الزيت يبقى معايا سخن. وهنزل بقى بأجنحة الدجاج عشان تتلون معايا وتاخد صدمة على طول. هرص الكمية كلها. بعد بقى ما اخدت معايا اللون اللي انتوا شايفينه ده، هبدأ اقلبها معايا. سبتها بتاع حوالي 5 دقايق كده، وهبدأ بقى اقلبها على الناحية التانية. بعد بقى ما خدت معايا لون من الناحيتين كده، هطلع بقى الاجنحة دي في طبق كده عندك، عشان هبدأ بقى هحط بصل وهحط الثوم وهحط الجزر اللي احنا هنشوحه مع بعض. تمام. هنزل معايا بالبصل اهو، هشوح البصل لحد ما يدبل معايا. هنزل هنا معلقة من الثوم على كزبرة، بفرم الثوم مع الكزبرة بيبقى حلو قوي، بيدي ريحة حلوة للثوم. بعد ما الثوم كده نزلت بيه، هنزل بيه الجزر مبشور. معايا جزرتين مبشورين. بعد ما الجزر يدبل معايا زي ما انتم شايفين كده، هبدأ بقى هرص البطاطس اللي انا مقطعاها وغسلها كويس، ومقطعاها حلقات زي ما انتم شايفين كده معايا. هقلب بس البطاطس ياخد كده من لون الجزر ومن طعم الجزر والبصل دقيقة واحدة بس، مش هكتر يعني، هقلبه دقيقة واحدة بس. وبعد كده هنزل معايا بقطع الفراخ اللي احنا شوحناها في الاول. هنزل بقى هنا معايا بالفراخ بمعلقتين من الصلصة الاول، هنزل بمعلقتين من الصلصة او 3، وهديها تقليبة برضو مع البطاطس. بعد كده هنزل بقى بالفراخ معايا. هرص كده البطاطس كويس في الصينية عشان هحط عليها الفراخ. بعد ما رصيت بقى اجنحة الدجاج، هنزل معايا بمية مغلية، تكوني مجهزة معاكي مية مغلية كده في الكتل، وهتبدأي بقى تنزلي بيها على الفراخ والبطاطس، وهدي تقليبة كده بسيطة من على الحروف عشان الصلصة تتوزع في المية. وهنا هغطيها بقى وهسيبها كده على نار متوسطة تستوي. وهنا بعد ما استوت معايا البطاطس والاجنحة الدجاجة اهي استوت معايا، هبدأ بقى ان انا هدخلها الفرن، تاخد بس وش من كده تحت الشواية، بدخلها تحت الشواية تاخد بس وش كده، وتبقى كده جاهزة معايا. بس يا رب بقى يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم في فيديو جديد في مطبخي مع اسماء.